ورحمة الله وبركاته أحبائي في كل مكان. خلاص الشهر الكريم بيجري جري، خلاص ناقص أقل من أسبوع. النهارده 23 رمضان، كل عام وحضراتكم بخير. ليلة القدر بتعدي علينا، يا رب نغتنمها. شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. النهارده احنا خلاص طبعا داخلين في العشر الأواخر دولت، عدينا فيهم 3 أيام أهو. العتق من النار. يعني ايه عتق من النار؟ نعمل ايه عشان نعتق من النار؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هو ده اللي احنا عايزين نطلع بيه، ويا رب نطلع النهارده باسباب كده وحاجات نعملها عشان نعتق من النار. كل ده هنعرفه من الشيخ اشرف الفيل، من علمائنا الكرام، علماء الازهر الشريف، وامام وخطيب بمساجد وزاره الاوقاف. مرحبا شيخ اشرف. اهلا وسهلا. نعمل ايه عشان نعتق من النار؟ ارجوك يعني. كتير الحقيقه. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم اجمعين. وبعد الحقيقه ان حضرتك زي ما اشرت ان الشهر اوله رحمه ووسطه مغفره واخره عتق من النار، هي تركيبه مركبه. هذه التركيبه بتوصلنا في الاخر الى دخول الجنه، لأن ربنا سبحانه وتعالى بين أن الهدف من الصيام أو الحكمة من الصيام دخول الجنة اللي هو التقوى لعلكم تتقون. ولما جه يتكلم على الجنة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكأن الصيام سبيله إلى الجنة. بس إزاي سبيله إلى الجنة؟ ما هو مش كل الناس تستوجب أو تستحق أن تدخل الجنة. لا شك أن في ناس لا تستحق دخول الجنة، هم في الأصل كانوا رايحين على النار، وفي الآخر خالص بسبب هذا الصيام اللي عملوه أو أحسنوا فيه العمل، في الأخير خالص ربنا أعتق رقابهم من النار. يعني بعد ما كانوا داخلين النار فربنا سبحانه وتعالى أخرجهم من هذه النار وأدخلهم الجنة بسبب صيام شهر رمضان. فأنا عندي رمضان بدأ بالرحمة، والمقصود بالرحمة أن الله سبحانه وتعالى رحم كل عباده الذين يؤدون الطاعات والعبادات، وادهم رحمة كده متكاملة. إيه بقى الرحمة المتكاملة؟ إن خلى قلوبهم تتراحم بعضها على بعض. فلما يتراحم قلوب العباد بعضهم على بعض تيجي الإحساس أو الشعور اللي احنا بنقول عليه اللي هو الروحانية. انك انت لما يجي رمضان تلاقي نفسك انت حتى لو في خصم ليك انت حاسس انك هادي من ناحيته، مش عارف لو في مشكلة بينك وبين حد انت هادي منها، لأن الرحمة شملت الجميع فعملت الحكاية دي. بعد كده انت تلذذت بالرحمة، يقوم جاي بقى بعدها المغفرة. ليه؟ لأنك انت هتستر على صاحبك، ده هيستر على زوجته، دي هتستر على زوجها، ده هيستر على أخوه، ده هيسامح أخوه، ده هيسامح أخته. فحصل تسامح بين الناس، فكأنك انت غفرت للناس فيغفر الله سبحانه وتعالى لك. بعد كده لما تيجي المغفرة يبقى ما فيش طريق لك غير الجنة، لما غير العتق من النار. ليه؟ لأن ممكن بعد كل ده حصل يبقى الواحد عنده ذنوب وسيئات، الذنوب والسيئات دي يستحيل بيها دخول الجنة. كنت فكر ان حد هيخش الجنه وهو معاه شويه سيئات ولا شويه زبالات كده مداخل بيها، لا طبعا مش ممكن. ودي نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو في البخاري. اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا لغاية لما يتهذبوا كده وحاجة حلوة كده وشيك أذن لهم بدخول الجنة. يؤذن لهم من دخول الجنة. لا تاني كده بقى من الأول تاني. طيب. يعني اللي يتزحزح عن النار ده أول حاجة لو عتق من النار طبعا دي مفازة الحمد لله في حد ذاتها يعني. تمام. يعني ربنا نجينا من النار. يحصل في إيه بقى؟ تمام. لا احنا عشان هنعدي من على الصراط اللي هو من على جهنم، يعني بيبقى انا معايا حاجتين، معايا الحسنات ومعايا السيئات. ده عشان ما اقعش في النار. لا معايا الاثنين، يعني عديت من على النار خلاص. بعد ما اعدي من على النار في قنطره بقى قبل باب الجنه ما يفتح، في قنطره بقى بنقف في القنطره دي. ليه؟ يقول لك لا اوعى تفكر انك هتدخل الجنه وانت معاك سيئات ولو انت معاك ذنوب ولا حاجه، لازم يكون داخل نظيف تماما من كل حاجه. طب اعمل ايه في التوقيت ده؟ يقول لك طب خلاص مش معاك حسنات، سدد بيها السيئات. فيسدد بحسناته، الحسنات اللي عنده يسددوا له بها السيئات اللي عليه، وتبقى عليه سيئة، تبقى معاه لسه سيئة ومعاش ولا حسنة. يبقى ده محتاج ايه؟ محتاج ان يرجع تاني الى النار. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا بلى قد كان للعبد عندي ثواب الصيام جزيته بثواب الصيام لأغفر له وأدخله الجنة. ادي معنى العتق من النار. يبقى ده معنى انه عتق من النار، وده نص الحديث.